السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غزوة بدر أسروا مين؟ أسروا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان فقيه جدا وفصيح اللسان، وكان بيخطب في قريش، وكان يعني كلامه كويس وعنده الأسلوب والإلقاء، ودايما ياما تكلم في حق الرسول يعني، وشجع المشركين على إيذاء الرسول وكده. فلما أسروا سهيل بن عمرو، فسيدنا عمر بن الخطاب قال للنبي: يا رسول الله، دعني أنزع أسنان سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد الآن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم: لا يا عمر، لا يا عمر، لا أمثل به حتى لا يمثل الله بي ولو كنت نبيا. لا أمثل به حتى لا يمثل الله بي ولو كنت نبيا. دعه يا عمر، لعل سهيل بن عمرو يقف موقفا تفرح فيه بي. يعني لعل سهيل بن عمرو ده يعمل حاجة بأسنانه دي انت تفرح بيها في يوم من الأيام. وبالفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في العرب كله ارتد، الجزيرة العربية وأهل قريش. فخرج سهيل بن عمرو على أهل قريش وقال: يا أهل قريش، كنت آخر من أسلم ولا تكونوا أول من ارتد. خطب في أهل قريش فكله رجع للإسلام. فنظر عمر بن الخطاب لسهيل بن عمرو وقال: صدقت يا رسول الله. ده موقف عمر بن الخطاب فرح فيه من سهيل بن عمرو والأسنان اللي كان عايز ينزعها. لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان غيرته على الإسلام ومش عايز حد يخطب يتكلم في حق الرسول كلام خطأ، تمام؟ وبرضه فرح من سهيل بن عمرو لما نصر الإسلام بهذه الأسنان، برضه هذا الكلام برضه. دي موقف من المواقف بين سيدنا عمر بن الخطاب والنبي وسهيل بن عمرو، ويدل على حب الإسلام وكره الناس في الإسلام وبغض الناس في الإسلام وحب الناس في الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.